خليني أبدأ بسؤال يوجع شوية. أنت آخر مرة ركزت في حاجة بجد كانت إمتى؟ مش 5 دقايق وأنت ماسك الموبايل، لأ، تركيز حقيقي، عقل حاضر، دماغه مش سايب نفسه لكل إشعار يعدي ويشده من قفاه. أغلب الناس فاكرة إن مشكلتها قلة وقت، بس الحقيقة إن المشكلة قلة تركيز. الوقت موجود، بس عقلك متبعثر، متوزع، متهان بين 1000 حاجة، وكل حاجة واخدة حتة. قوة التركيز مش مهارة ناعمة ولا رفاهية ناس فاضية، التركيز سلاح، واللي ما عندوش سلاح في الدنيا دي بيتفرج بس. كل إنجاز حقيقي وراه لحظة تركيز، وكل فشل طويل وراه تشتيت مزمن. محدش بينجح بالصدفة، بس ناس كتير بتفشل بالإهمال. إهمال عقلها، إهمال انتباهها، إهمال إنها تحمي دماغها من الضوضاء. خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها: دماغك مش ضعيف، دماغك مستهلك. كل شوية إشعار، كل شوية فيديو، كل شوية رأي، كل شوية خبر عاجل، فبقى عامل زي واحد كل دقيقة حد ينادي عليه: تعال هنا، لا استنى، بص على ده، سيب اللي في إيدك. وبعدين نستغرب ليه مش عارفين نكمل حاجة للآخر. التركيز مش إنك تعمل حاجات كتير، التركيز إنك تعمل حاجة واحدة صح، إنك تقفل الباب على نفسك وتقول ده وقت ده وبس. المشكلة إن أغلب الناس خايفة من التركيز، لأن التركيز معناه مواجهة نفسك، مواجهة تعبك، مواجهة إن مفيش شماعة تعلق عليها فشلك. طول ما أنت متشتت دايما عندك عذر. قوة التركيز بتظهر في 3 حاجات. أول حاجة إنك بتنجز أسرع، مش لأنك عبقري، لكن لأنك مش بتضيع طاقتك في الدخول والخروج من المهام. تاني حاجة إن جودة شغلك بتعلى، لأن العقل لما يهدى بيبدع، ولما يسرح بيتخبط. تالت حاجة، ودي الأخطر، إنك بتستعيد إحساس السيطرة، تحس إنك ماسك الدركسيون، مش الدنيا هي اللي سايقاك. بس خلينا نكون صراحة، التركيز ليه تمنه إنك تقول لأ كتير. لأ للموبايل، لأ للرد الفوري، لأ لكل حاجة مش في وقتها. ودي مشكلة ناس كتير، فاكرة إن التركيز عزلة أو قسوة، مع إنه في الحقيقة احترام لنفسك. لما تركز أنت مش بتقفل على الدنيا، أنت بتفتح طريقك. في ناس تقولك أنا ما بعرفش أركز، لأ، أنت بتعرف بس مش متدرب. التركيز عضلة، كل ما تستخدمها تقوى، وكل ما تسيبها تضعف. ابدأ صغير، نص ساعة تركيز أحسن من يوم كامل تشتت. اقفل الإشعارات، اختار مهمة واحدة وكملها للآخر حتى لو مش كاملة، المهم إنك ما تهربش. وفي الآخر خليني أسيبك بالجملة دي: حياتك هتفضل مشتتة طول ما عقلك مشتت، وأول ما تركز حتى في حاجة بسيطة هتحس إن الدنيا كلها بدأت تتظبط حواليك. مش علشان الدنيا اتغيرت، لكن علشان أنت بقيت حاضر. التركيز مش إنك تعمل أكتر، التركيز إنك تعمل الصح في الوقت الصح بعقلك كله.